مصر تغلق المجال الجوي بالكامل، وعلى فكرة والسعودية كمان قفلت المجال الجوي، ولكن المجال الجوي العسكري، بمعنى مصر والسعودية قفلوا المجال الجوي العسكري لأي طيران شحن عسكري رايحة اتجاه السودان، أو بالأخص رايحة اتجاه إن هي تنزل لميليشيا الدعم السريع. يعني أي طيران عسكري تاني رايح لجيش السودان الوطني ده مسموح بيه تماما. طيران مثلا جاي من تركيا، من السعودية، من قطر، ده هيعدي عادي جدا. رايحة لميليشيا الدعم السريع ده مش هيحصل. ده تم ليه؟ تم عشان برضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حط 3 خطوط حمر في السودان، لأن لازم السودان والحرب اللي دايره في السودان لازم تخلص ولازم تنتهي تماما، ولازم الشرعيه في السودان والجيش السوداني هو اللي يثبت على الارض. فمصر والسعوديه قفلوا المجال الجوي لاي طيران عسكري. والنهارده ومن بعد فتره كبيره جدا حكومه السودان رجعت النهارده مدينه الخرطوم. كانت بقى لها فتره اتنقلت، كانت كل الحكومه بالكامل في بورتو السودان، النهارده بس اتنقلت للخرطوم. والنهارده قطر بعتت طياره، واي طياره شحن عسكري هتيجي للسودان للجيش السوداني هتعدي، غير كده ممنوع تماما في المجال الجوي المصري والسعودي. وتحيا مصر.